بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الروتين سهل وسريع جدا، يعني هقول لكم كده في ثواني، بس اوريكم ايه نبذة اللي بعمله في يومي، رغم ان انا الحمد لله يعني تعبانة، بس برضو لازم اقوم كده واتشجع واعمل لاولادي اكل. فقمت كده من النوم قلت اعمل لهم فطار، عندي ملفقي كده، قلت يا بنت اعمل لهم طاجن بسرعة كده يفطروا بيه، حاجة كده سهلة وسريعة ومغذية جدا للولاد على الصبح، وتديهم نشاط شوية كده، لان اليوم عندهم طويل وعندهم دروس النهاردة كتير. بس قبل ما تدخلي بالله عليكي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الاشعارات الجديدة. انا قطعت الملفيه بتاعي في الطاجن كده، قلت اقطعه كده واحطه في الطاجن. وانا كنت بقى غاليه اللبن على البوتاجاز بغلي فيه يعني، وقلت بقى احط الاضافات بتاعتي لغايه اللبن ما يكمل غليانه. طبعا احنا كستات بيوت مهما بنتعب يعني لازم نقوم، فانا بقول لكم بقى احنا كستات بيوت مش بنعرف الحمد لله ننام عشان ورانا اولاد وبيت، فمهما كنتي تعبانه كده بتقومي بتتشجعي كده وتستعيذي من الشيطان الرجيم وتدعي ربنا يقويكي، وان شاء الله اليوم يعدي على خير وربنا يقوينا عليه يا رب. حطيت جوز هند وزبيب وحطيت سكر، اي نوع مكسرات حطيه. وبعد كده هنزل باللبن بتاعي، ممكن تحطي له حته قشطه، حته سمنه فلاحي حلوه كده. يعني انا النهارده ما كانش عندي قشطه، بس كان عندي حته سمنه كده حطيتها عليه، هتخلي ريحته كده وطعمه حلو معايا اهو. حط حته سمنه كده فلاحي، واللبن بقى كان غلى انزله عليه، بس هو سهل وسريع جدا. وبعد كده بتدخليه في الفرن ياخد بس من ريحه الفرن كده ووشه يحمر، غير هو يعني مستوي، كل حاجه فيه مستوي، يعني انت تقدري تاكليه كده عادي يعني، بس احنا اتعودنا بنحطه في الفرن ياخد ريحه الطاجن، وكمان عشان وشه يتحمر كده. بفضل احط لبن لغايه ما يغطيه. طبعا هو الملفيه بالذات من العجائن اللي بتشرب اللبن بسرعه يعني، غير الرقاق مثلا او الفطير المشلتت. انا عملته معاكم مره بالفطير المشلتت كان حلو جدا. ما غير الملفيه بيشرب اللبن بسرعه الصراحه. بصوا اهو حطيته في الفرن ما فيش 10 دقايق وطلع اهو، بصوا لونه جميل زي تحفه، وشرب اللبن بتاعه طري بقى وجوسي كده تحفه الصراحه. بصوا ممكن تقطعيه بقى ساعتها وتحطيه كده بالقطع، تحفه. طعمه وريحته كان جميل جدا من السمنه، واللبن بخيره، مش من المعبأ ده، جايباه من عند اللبان، فبخيره اللبن فيه قشطته صراحه حلو جدا. عايز يتاكل وهو سخن كده، فانا صحيتهم بقى قلت لهم يلا تعالوا افطروا بسرعه كده قبل ما بيبرد، عشان لو برد هيبقى وحش جدا. يديكوا طاقه وباور كده، عشان كان عندهم دروس الصبح الساعه 10 وكانوا نازلين، فقلت ياكلوه قبل ما ينزلوا. بحاول اعمل اللي عليا يعني، واحاول بردك ما اقصرش معاهم في حاجه علشان البيت يمشي. عملت بقى فنجان القهوه بتاعي المظبوط كده بعد ما فطرت مع الولاد، ده طبعا اللي هيظبط يومي ويخليني اقدر اكمل بقى. انا الصراحه اليومين دول ما بشيلش واحط كتير يعني، عشان الظروف اللي عندي، فعلى قدي كده بعمل بالراحه، واحده واحده كده، بعمل حاجات بسيطه خالص. فالشقه يعني بعمل فيها حاجات بسيطه جدا، ما بقتش بمسح كل يوم ولمع كل يوم، عشان كده مرضتش اوريكم بقى روتيني بره، علشان انا ما عملتش حاجه اصلا يعني. يا دوبك روقت السراير بس كده، وبنوتي كنست الارض ورجعت فرشت تاني كده وخلاص. بس لحد ما قبل ما اتعب كنت مروقه الشقه، مخليها الدنيا نظيفه زي الفل صراحه يعني. ايدي كانت فيها على طول كل يوم يعني، بس هو الحمد لله بنعمل على قدنا، بس الدنيا حلوه ونضيفه يعني يتعاش فيها. عملت بشاميل كده جميل جدا، كريمي كده وحلو قوي، وعصقت لحمه وغليت ميه كده عشان اسلق مكرونه. اللحمه المتعصجه اهي. هتعملي يا لولو؟ هعمل مكرونه بشاميل كده للولاد للغدا، علشان لما يجوا من دروسهم، بيجوا الساعه 3 ولا حاجه، يكونوا الاكل جاهز كده ياكلوا على طول. قمت بقى كده عملت صينيتين اهو، علشان اعمل واحده النهارده والتانية هحطها في التلاجة كده زي ما هي، اسويها بكره ان شاء الله لو عشنا، علشان يبقى اكل اليومين. مش هقعد كل يوم افكر واقف في المطبخ. اليومين دول بعمل كتير كده، لما بعمل اكله بزود شويه واعمل حسابي ان هي تبقى اليومين، عشان ما ارتاح من التفكير يعني.